السلام عليكم ورحمة الله. واخيرا المغاربة فرحوا كاملين من طنجة القويرة، والمغاربة اللي في الخارج حتى هما فرحوا. ولكن المشكل هو اننا الى فرحنا مشكلة، ما فرحناش جوج المشاكل. فملي المنتخب المغربي فاز على المنتخب البلجيكي بنتيجة 2-0 في ثاني مباريات المجموعة المغرب، يعني كل مغربي من طنجة القويرة وخارج أرض الوطن يعني غمرته واحد الفرحة ما بحال فرحة. والدليل هو أننا يعني شفنا واحد العدد كبير ديال الجماهير في واحد العدد كبير ديال المدن المغربية وخارج المغرب يعني كيحتفلوا بهذا الانتصار للمنتخب المغربي. وأنا وأنت وأي واحد كمغربي يعني حسيت بواحد الفرحة كبيرة. ولكن كاين بعض الناس اللي كيقولوا لك علاش تفرح؟ انت كتشوف الغلاء في اي ماده من المواد الاستهلاكيه او الصناعيه وانتم فرحانين. علاش؟ واش ما من حقناش حتى حنا نفرحوا؟ واش ما من حقش الانسان المغربي انه يعبر على الفرحه ديالو بالانتصار تاريخي وامام يعني فريق قوي ومصنف عالميا، يعني ثالث عالميا، وتعادلتي مع كرواتيا 0-0 اللي هو وصيف البطل النسخة الماضية. يعني هنا كتشوف راسك بأن المنتخب حقق نتيجة إيجابية، منتخب متكامل، مدرب مغربي. هنا كتجيك واحد النوع، واحد الشعور، واحد الإحساس اللي خارج على الطاقة ديالك، يعني كتفرح بلا ما تشعر كونك أنك مغربي وكيمثلوك داك 11 من اللاعبيه تما. يعني هذا كيعطيك واحد النوع ديال الفرح خارج عن الاراده ديالك، يعني باش تنتصر على هاد جوج المنتخبات اللي كانوا مرشحين بالتتويج بكاس العالم، او يعني يمشيو لواحد المسافه كبيره في هذا المونديال هذا. فهذا يعني انجاز تاريخي، واي مغربي كيف ما بغى يكون النوع ديالو رغم انه مقصح ماديا ومزير، اي مغربي غيفرح ومن حقه يفرح. فعلا كنشوفوا الغلاء على كل المستويات، يعني المواطن المغربي مقصح لدرجة أنه ما كيجبر ما يعمل صافي. يعني كما كنقولوا تخلفس في الراس، وكما يقال العين بصيرة واليد قصيرة، ما عنده ما يعمل. ثم كتشوفوا قلة تساقط الأمطار، وربما إن شاء الله في هذا الأسبوع الداخلي إن شاء الله غتكون بعض الأمطار. فعلا المواطن المغربي حاليا كيمر بأزمة مالية خانقة، وزيادة في الأسعار كبيرة بزاف. كاين عدد من الناس اللي كانوا كيعتمدوا على الفلاحة بالدرجة الأولى من أجل كسب القوت اليومي ديالهم، وبسبب قلة المطر من جهة، وأيضا الغلاء سواء على المستوى الزرعة أو على مستوى يعني الغبار. فهنا كيوقف ما كيبقى عاجز، عنده واحد البركة قليلة، كيقول واش نتوكل على الله ونحرث الأرض ديالي ونعمل الزريعة والكمال على الله رغم أن الأمطار قليلة، أو لا هاد البركة هادي نخليها من أجل أنني نساير بها الوقت. كتجبر المواطن بين مطرقة الفقر وسندان الغلاء، ما عنده حتى شي دخل من غير الفلاحة. أيضا كتجبر الناس كيخدموا بالنهار سواء في البني أو في شي مجال آخر، ملي كتمشي كتجبر البني موقف لسبب ما، وربما غالبية الأسباب هو الغلاء ديال المواد الأولية ديال البناء. فهنا مثلا داك المقاولين اللي كانوا كيشبروا مشاريع العمارات والسكن الاقتصادي ما بقاوش كيزعموا على انهم يدخلوا في هذه المشاريع هذه، لان العمارات او مثلا ديك البارتمات كينقاموا عليهم غالين، وبالتالي كيضطر انه ما يعني يبعد شويه على هذا المجال هذا، ريثما ان المواد الاوليه برخص. هنا شكون اللي كياكل الشحط؟ هو داك العامل اللي كيخدم بالاجره ديالو. ايضا كاين واحد العدد كبير ديال الناس اللي كيخدموا في المعامل، وكاين عدد كبير ديال المعامل اللي وقفوا، وبالتالي ما بقاوش الناس كيخدموا. وهنا
يعني كنلاحظوا واحد العدد كبير ديال الاسر اللي المآل ديالهم هو الضياع. اسر عندهم ابناء كيقراو في المدرسه، عندهم متطلبات والالتزامات، وايضا كتجبر الاساتذه في المدرسه كيطلبوا من ديك التلاميذ انهم يوميا المطبوعات، يوميا البحوثات، وكتجبر الاب ديك التلميذ ما عندوش منين يجيب هذا الشيء هذا. او مثلا كتجبر الاساتذه كيعملوا جروبات في الواتساب وكيطلبوا من التلاميذ على انهم يبقاو دائما معهم اونلاين باش يصيفطوا لهم الدروس يكتبوهم. على في المدرسه شنو كنتي كتعمل باش حنا حتى نمشيو للدار وتفرض انت على التلميذ او التلميذه انها يكون عندها هاتف ذكي؟ هذه من جهه. ثانيا يكون معبأ باش انك تصيفط له او تصيفط له الدرس يكتبه. يعني كتجبر واحد العدد كبير ديال الاكراهات عند الشعب المغربي، كتجبر الزياده في المواد الغذائيه. خصو الا كان كيستهلك مثلا 2 لتر الزيت في 4 ايام، خصو دابا حاليا يستهلك يطرو في اسبوع. الا كان كيجيب 3 كيلو د بطاطا خصو يجيب كيلو، وهكذا. يعني كتجبر المواطن مخنوق. ورغم هذه الاكراهات ورغم هذه الزيادات كامله، يعني الوقت فاش لعب المنتخب المغربي ضد بلجيكا وفاز ب2-0، خرج للشارع كيعبر على الفرحه ديالو، ومن حقه انه يعبر على الفرحه ديالو. ولكن كيف ما قلت لكم في الاول الفيديو ان كاين بعض الناس اللي فرحتي كيقول لك علاش، تفقستي كيقول لك علاش. اذا كنتمنى اولا من الله عز وجل باش يرحمنا بالرحمه ديالو. ثانيا نتمنى باش ان العقول المواطنين ديالنا والشعب ديالنا تغير للاحسن. نتمنى باش يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وايضا الا كنتي كتشاهدني على الصفحه ديال الفيسبوك ما تنساش تعمل المتابعه وتشارك الفيديو مع الاصدقاء ديالك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.